ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده يا بنات هنعمل تخطيط شهري وتحدي جديد و30 يوم جداد، وان شاء الله باذن الله يا بنات نحاول كده انهم يكونوا 30 يوم سعاده. وهنعمل النهارده خطة لشهر اغسطس، شهر 8. طبعا هو شهر 8 كده تحس ان هو شهر ما بين الالتزام وبين الترفيه لسه، يعني ممكن مثلا في اوله نبتدي ان احنا لو في خروجات شوية، لو لسه في ناس مصيفتش بتصيف، وعلى اخر الشهر كده نبتدي بقى يلا نشوف هنلتزم هنعمل ايه. فهو بيبقى ميكس كده ما بين تحضير بقى الدراسة وكده، لان الدراسة معروفة طبعا هي بتكون في اخر شهر 9 او على اول 10، على حسب طبعا باختلاف بقى محافظات وباختلاف الاماكن يعني، ولكن هي بتبقى في الرينج ده. فبيبقى الاستعدادات بقى يا اما من شهر 8 يا اما من شهر 9. ولكن انا عشان اكون صريحة معاكم، انا ان شاء الله هعمل الاستعدادات دي من بداية شهر 9، مش هعملها يعني من شهر 8. يعني ممكن اعمل بعض الحاجات في شهر 8، حاجات بسيطة جدا، والباقي يبقى على شهر 9. اول طبعا خطوة بنعملها معانا يا بنات هو التقويم الشهري، علشان طبعا نعرف لو في مناسبات او في اعياد او في اي حاجة خلال الشهر. وطبعا بيصادف الشهر ده عيد ميلاد ابني يوم 25/8، كل سنة وهو طيب طبعا. ولكن احنا زي ما قلنا ان التقويم مش بس بنعرف منه الاعياد الميلاد والحاجات دي طبعا، ولكن احنا بنستغله ممكن كجدول لتنظيفات، او ان انا اعمله زي هابت تراكر لعادات لو في عادة معينة، فببتدي اعلم على كل يوم لو انا عملت العادة دي، مثلا زي ان انا اصحى بدري مثلا، او ان انا اصلي الفجر، او ايا يكن العادة اللي انا عايزة التزم عليها. فممكن استخدم التقويم كهابت تراكر، يعني متتبع العادات، او ان انا اعرف منه المواعيد بتاعتي خلال الشهر، لو عندي مثلا مواعيد دروس، مواعيد تمارين، اي حاجة، فببتدي ان انا استخدمه زي جدول كده علشان اعرف المواعيد بتاعتي يعني على مدار الشهر. فشوفي انتي حابة ايه تعمليه براحتك يعني. طيب بالنسبة للعادات بتاعتنا والعبادات، احنا هنلتزم بالعادات والعبادات اللي احنا كنا قايلين عليها في شهر 7. هي معانا مكملة معانا، علشان طبعا احنا ماشيين على العادات دي 3 شهور اللي هم الصيف، هي ان احنا ننزل في الوزن، وان احنا نخلي بالنا على طبعا بشرتنا وشعرنا وكده. انا طبعا كنت عملت فيديوهات، هبقى اسيب لكم اللينك طبعا. الفيديوهات دي كلها في صندوق الوصف، اي حاجه محتاجين تعرفوها هتعرفوها باذن الله من خلال اللينك تحت يعني. فاحنا مستمرين على العادات بتاعتنا، ان احنا طبعا العبادات بتاعتنا الصلاه طبعا على وقتها، والورد القراني اليومي، والاذكار بتاعتنا هيها، والعادات بتاعتي هي القراءة والرياضة بتاعتنا والبودكاست والدرس الديني. طيب قسمي الأهداف الشهرية على ال4 أسابيع. يعني أنا دلوقتي مثلا لما أقول أنا عايزة أقرأ كتاب مثلا 300 صفحة، تمام، فال300 صفحة دول مثلا على 30 يوم، يعني أنا بتكلم مثلا في 10 صفحات في اليوم، فأنا محتاجة كده في الأسبوع هقرأ 70 صفحة. فأنا محتاجة هنا أعرف انا بالظبط محتاجه اعمل ايه خلال الاسبوع، يعني ما اسيبهاش كده عايمه، لا، انا الهدف بتاعي بقسمه على الاسابيع، والاسبوع بقسمه على اليوم، عشان اعرف انا النهارده مطالب مني ايه. يعني انا هقرا 70 صفحه في خلال الاسبوع، يبقى انا في اليوم محتاجه اقرا مثلا 10 صفحات. انا بدي هنا كمثال، مش بدي طبعا لو انت لسه مبتدئه في عاده القراءه، ف10 صفحات هيبقوا كتير جدا عليكي في اليوم. فنخلي بالنا بنات ان انا بدي هنا كمثال. ايا يكن بقى قيسي ده على اي حاجه، سواء بقى قراءه قران، او حفظ قران، او بودكاست، او درس ديني، او تعلم ذاتي، او رياضه، او ايا يكن العاده اللي انت عايزه تعمليها، او الهدف اللي انت اصلا عايزه توصلي له. فمهم جدا ان احنا نعمل تقسيم للاهداف عشان تبقى بسيطه علينا، فما ابتديش ان انا اكسل واسوف. طيب لو انا دلوقتي عايزه ابتدي اعمل استعدادات عشان الدراسه، فالنصيحه الوحيده اللي انا انصحها لك انك تبتدي تعملي شويه تنظيفات، ولكن تنظيفات من الدواخل. فهتبتدي برضك تقسمي على مدار ال4 اسابيع، كل اسبوع انت محتاجه تعملي ايه. مثلا اسبوع للدولاب، اسبوع مثلا المكتبه بتاعه الاولاد، لو عندهم كتب قديمه تبتدي تفلتري الدنيا، تشوفي ايه اللي ناقص عندهم هتجيبيه، وايه اللي مش ناقص مثلا، فهتبتدي ان انت تتخلصي منه حاجات انت مش عايزاها، وهكذا. تبقى في شويه كراكيب كده، فمش محتاجه
العجينه، او ممكن نديها لاي حد يستفيد بيها. فتبتدي تعملي زي فلتره للدواخل وتتخلصي من الكراكيب، وتخلي التنظيفات بقى التانية على اول شهر 9، اللي هي بقى لو انت هتنضفي هتمسحي هتصبني حاجه هتعملي حاجه، نبقى نخليها على بدايه الشهر مفيش مشكله. فدي كانت نصيحه ليكم لو انتوا حابين تعملوا اي يعني استعدادات، تبقى ان شاء الله باذن الله الاستعدادات ديت يعني تبتدوا تعملوا زي ايه فلتره كده للدواخل، الادراج، الدواليب، الحاجات دي. وبس كده، يا رب بقى الفيديو يكون فادك وعجبك، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وكومنت حلو عشان بيشجعني، وما تنسيش طبعا ادومه وانقل. يلا باي.